كان يوماً عادياً في مدرسة التعليم الأساسي. لكن تلك الليلة تغير كل شيء. كانت جالساً أمام غرفتي حين لمحت ظلاً يركض. كان الظل في الطابق الرابع، حيث الخزينة والمخزن. خطر ببالي أن هذا لص يحاول السرقة. لم أتردد، أمسكت بمصباح الجاز وعصا كبيرة. صعدت بسرعة للطابق الرابع ومشيت ببطء. سمعت ضحكاً غريباً خلفي، كأنه لطفل صغير. ناديته مراراً دون إجابة، الصوت يتنقل. توقف الضحك وسمعت بكاءً من فصل بعيد. توجهت للفصل، ولكني كنت خائفاً وحذراً. رأيت طفلاً وجهه للحائط يبكي بهدوء. حين اقتربت منه، ظهر وجهه بشحوب مرعب. سقط المصباح من يدي وعم الظلام المكان. الأصوات الضاحكة تملأ الفصول وملابسي تشد. هربت، وعندما حكى زميلي قال إنه شبح مسعد.